يا ترى انا ناجحه ولا فاشله؟ كلنا بنسال السؤال ده لنفسنا ومش بنبقى عارفين ايه الاجابه الصح. في 4 خطوات لو عملتيهم هتعرفك ايه هو طريق النجاح. بس اصلا ايه الفرق بين الانسان الناجح والفاشل؟ كتاب نظريه الفستق لفهد الاحمدي بيقول ان الفرق بين الانسان الفاشل والانسان الناجح هو ان الانسان الناجح عامل خطه لحياته، عارف كويس قوي هو فين وعايز يوصل لايه. اما الانسان الفاشل فهو ماشي وخلاص. وعلشان تبقي ناجحه محتاجه تعرفي ال4 نظريات دول. 1. ان لم تعرف اين تذهب فجميع الطرق تؤدي الى اللاشيء. يعني لازم يكون عندك خطه وهدف انت رايحه له، حطاه قدامك علشان تفضلي تسعي لحد ما توصلي له. النظريه الثانيه، النجاح لا يتعلق بالكمية ولكن بالاستمرارية. يعني مثلا لو انت حطيتي اهداف قدامك ان انت قررتي ان انت عايزة تبقي مثقفة وعايزة تبقي رياضية وعايزة تتعلمي لغة جديدة مثلا، فمش لازم تعملي مجهود جبار عشان تعملي كل دول مرة واحدة. انت لو كل يوم اتعلمتي كلمة واحدة بس ولا كلمتين من اللغة الجديدة وقريتي صفحة واحدة بس ولعبتي دقيقتين بس رياضة، هتلاقي نفسك بعد سنة حققتي الاهداف بتاعتك. النظرية الثالثة، نظرية 80-20. النظرية دي بتقول إن 20% من الحاجات اللي بتعمليها هي اللي بتحقق 80% من الإنجاز. وقيسي على كده كل حاجة في حياتك. فدورك إن انتي تركزي قوي على الأفعال اللي بتحقق الإنجاز. يعني بلاش الزحمة الكتير قوي اللي في حياتك، خديلك الفعلين 3 اللي انتي بتعمليهم فعلا بيحققوا لك إنجاز عشان تحققي أهدافك وركزي عليهم. النظرية الرابعة، احلم لأنك لن تنجز شيء لو لم تحلم. وبيقولك احلمي أحلام كبيرة وطموحة علشان انت لما تحلمي أحلام كبيرة هتحققي إنجازات كبيرة أو متوسطة. إنما لو حلمتي أحلام متواضعة وعادية، يا إما هتعملي حاجات عادية قوي يا إما مش هتعملي حاجة خالص. طب حد يعرف الكتاب اسمه ليه نظرية الفستق؟ اكتبولي في الكومنت. أنا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.